السادة الكرام، أهلا وسهلا بكم في أول مؤتمر صحفي لسيراك ديفلوبمنتس. والنهاردة فخورين بأننا نعلن أولى مشاريعها سيتي هول ميكس يوز بروجكت. احنا قلنا ان المكان ده بيناسبنا ان احنا نعمل فيه المشروع اللي يكون في الاخر مميز عن غيره. تحليل اللوكيشن بتاع ارض المشروع وتحليل التصميمات اللي بتطلع، دراستها بحيث نخلق مميزات تنافسيه على مستوى الوحده نفسها اللي جوه المشروع. موقع مميز جدا وفي نفس الوقت خطير جدا. حواليك كومباوندز ريزيدنشال، كل الاختيارات وكل الدراسات اللي معموله بتكمبيت وبتتشالنج كل اللي موجود في الاريا. احنا عندنا في سيتي هول جزء مطاعم، مكون اداري، مكاتب اداريه كبيره جدا، وجهات كبيره. طبعا لوكيشن مميز جدا، وده كان اهم تشالنج عندنا في المشروع. الحقيقه الاستاذ طارق سليمان ريحنا بشكل قوي جدا، ودي حاجه مختلفه في السوق المصري، ان الاقي مطور مديني احساس بالامان ومن الملاءه الماليه انه بيبقى شاري الارض وكمان بدا انشاءات ولسه ما طرحش. الناس هتتفاجئ ان المشروعات هتلاقيها متواجده كمان ومبنيه. المشهد اللي قدامي ده اوصفه بحاجه بسيطه، قطعه من المجوهرات في القطاع العقاري. زي ما بتنقي قطعه مجوهراتك بعنايه، فانت نقيت فريق العمل في القطاع العقاري بعنايه. احنا زي ما بنينا جلامور وشركه المجوهرات بتاعتنا، فكرنا ان احنا نعمل شركه عقاريه، وفكرنا ازاي نعمل حاجه تكون مميزه ومختلفه عن السوق. الهدف من ان احنا نعمل مولات تجاريه هو تخصصنا، لان احنا متواجدين في بعض المولات وفي بعض الشوارع المناطق الراقيه كلها بسبب شغلنا وشركتنا. فعشان كده احنا بدأنا بالتجاري عشان نثبت للسوق وللناس ان احنا فعلا هنبقى مختلفين. سيتي هول هو مش المشروع التجمع خالص. سيتي هول كل ما تفكر في اي منطقه تجاريه اداريه هتلاقي سيتي هول. طبعا سيتي هول التجمع هو مكان برايم لوكيشن، واجهه 300 متر على ميدان رئيسي، الواجهات بشكل برضو مميز جدا. عرض الممرات داخل المشروع من 18 ل 21 متر. الوحدات التجاريه والاداريه تقريبا كلها دبل هايت، يعني 5 متر ونص ل 6 متر. دي حاجه برضو بتميزنا. لينا سيتي هول من الاماكن اللي اكثر تميز في التجمع. أنا بشكر سادة الحضور، بشكركم جدا وبتمنى التوفيق، وأتمنى أن سيتي هول بإذن الله يكون باكورة مشروعات كبيرة كتيرة باسم سيتي هول.